معاك 70 جنيه وعايز تعمل احدث صيحة من صيحات الديكور سنة 2024، بتشوف التصميمات دي منتشرة جدا الايام دي ونفسك تنفذ زيها في بيتك، عايز تغير ديكور بيتك وتحسن مزاجك ونفسيتك، كل ده بقى بتدور على منتج واحد بس فيه التوفير والمتانة. تابع الفيديو ده معانا. انا مهندسة تيسير، لو مش عارفني. النهاردة هنتكلم عن منتج احدث صيحة من صيحات ديكور 2024 وهي بديل الحجر. بديل الحجر ده انا النهاردة جايبه لكم عينات منه عشان نشوفها على الطبيعة، كمان هنقول مع بعض كل مميزاته. تابع الفيديو الاخر. دي عينات معانا دلوقتي هنفتحها ونشوف مع بعض ملمس الخامة وقد ايه هي كويسة جدا، وكل المميزات بتاعتها هنتأكد منها بنفسنا دلوقتي. خامة بديل الحجر يا جماعة خامة ألمانية من الفوم اللي هو مادة بولي يوريثين. دي خامة ألمانية وإنتاج ألماني، هو بس تصنيع هنا في مصر. وبصوا مدى الدقة بتاعتهم في الشحن وعملية التغليف، وشوفوا جايالي ازاي، خدت وقت كبير عشان اطلعها، ويعني دي حاجة برضو من مميزات الشركة دي. بديل الحجر ده بيستخدم في تجاليد الحوائط كلها، سواء غرف او حمامات او مطابخ. حمامات او مطابخ ليه؟ لانه مقاوم للمية وضد البكتيريا والرطوبة، وبيتحمل درجات حرارة لحد 90 درجة، وعشان كده ممكن نستخدمه واجهات خارجية، سواء بقى مباني تجارية إدارية، أي واجهات يعني مباني. هوريكم بس العينات اللي معايا عشان تشوفوا قد ايه هو في اشكال كتير جدا منه وتصميمات كتير. عايزه اقول لكم حاجه مهمه قوي، ان المنتج ده بيجي لي اللون الابيض ده او الاوف وايت شويه كده، وانا بقى بدهنه براحتي. انا ممكن ادهنه باي دهانات الشركه ممكن تدهن لي، وانا ممكن ادهنه لنفسي عادي جدا بدهانات بلاستيك او دوكو عادي جدا، وباللون اللي انا احبه، اللي طبعا هيخدم لي على تصميم الغرفه بتاعتي او الحمام او المطبخ اللي انا عايزه اعمله. التصميم ده ناس كتير قوي بتحبه برضو. الجميل بقى في المنتج ان هو لا يساعد على الاشتعال وقاوم للحريق، عشان كده مناسب جدا للمطابخ زي ما قلنا. المنتج خفيف يا جماعه، بصوا خفيف خفيف اهو. يعني انا دلوقتي هوفر تمن النقل والتركيب والعماله والفنيين وكده، انا ممكن اركبه لنفسي، انا ممكن اركبه بنفسي عادي جدا. زي ما شايفين كده هو بس مادة سيليكون عظم او معجون فيوتيك عادي في تركيبات اللي هي التركيبات الداخلية. لو انت بقى هتركبه خارجي في المواد بتاعت لزق السيراميك او مثلا سافيتو، يعني حاجة بسيطة يعني، ممكن اشيله عادي في عربيتي. هو بصوا خفيف قوي. من المميزات كمان اللي احنا بنقطعه كده برضو بمواد التقطيع العادية، يعني سهل التقطيع سهل التركيب زي ما انتم شايفين برضو، سواء داخلي او خارجي، يعني سهل التركيب جدا. طيب بالنسبة لست البيت، المنتج ده سهل التنظيف، يعني لو جه عليه اي حاجة انا سهل اللي انا اعمله بقماشة وانضف سهل جدا. بديل الحجر معانا عشان يوفر لك امتيازات واختيارات اكتر، بيتيح لك الفرصة ان هو عنده مقاسات مختلفة من الشيت التقليدي اللي هو معايا ده 1.20 متر، هوريه لكم اهو. بصوا شايلاه يعني خفيف. ده 1.20 متر في 60، ده اكبر مقاس. ممكن اللي انا اخد مقاسات تانية مختلفة، انا هحطه هنا، انا هعتمد المكان ده هيبقى ديكور عندي حلو قوي، مش هلزقه، انا هحطه كده. فالمقاسات عندي ممكن توصل لحد 30 في 60، بحيث يديك يبقى معايا اسعار على قد ايدي. في كمان شيت صغنون كده بيبقى برضو 30 في 30، ده برضو بيبقى ايه بسعر بسيط قوي. اما عن كثافة المنتج فهي من اول 2 ملي كده لحد 6 سنتي او 10 سنتي كمان، بيوصل معايا ل10 سنتي ارتفاع عشان يديني كده بروز و يعني سماكة الحجر الطبيعي، واللي هو الكثافات العشوائية دي، بحيث انها يبقى حجر طبيعي. ميزة بقى مهمة جدا جدا انه المنتج بتاعي بيركب على اي سطح املس مستوي عندي،
سواء بقى محارة او دهانات او حتى طوب، اقدر اركب بديل الحجر عندي بكل سهولة. وكمان اقدر اخرم فيه، احط عليه الشاشة بتاعتي، تابلوهاتي، ديكوراتي، اباليكي، اي حاجة انا